ان عبد المنعم كان جاله عرض من نادي سعودي، تمام، وكان العرض ده كان اتكلموا اللي هو يفوق ال 10 مليون دولار. عايز اقول لك ان الاهلي طلب 20 مليون دولار. طيب عبد المنعم دلوقتي عبد المنعم دلوقتي بعد العوده من افريقيا موجود في الفئه الثانيه اللي هو بياخد حوالي 7 مليون و500. لحد دلوقتي عبد المنعم ما زادش الراتب بتاعه. فالاهلي الفتره الجايه هتشوف خبر ان تم تجديد عقد محمد عبد المنعم عشان يبقى تمديد عقد محمد عبد المنعم عشان يروح الفئه الاولى، عشان يكون موجود في الفئه الاولى، وكمان يكون موجود مع النادي الاهلي. الشناوي طبعا خلال الفتره الاخيره كل شويه في عروض، والنادي الاهلي احنا كنا اتكلمنا الحلقه اللي فاتت ان الاهلي هيسعى اللي هو يزود الراتب بتاع محمد الشناوي. بالفعل تم التواصل معاه اللي هو الفتره الجايه خلاص بعد عوده يعني تواجد الكابتن محمود الخطيب هيحصل ده. بس انا واقف عند الشناوي في حاجه معينه. كان خلال الساعات الماضيه او خلال الايام الماضيه كان في كلام كتير طلع ان علي لطفي حارس مرمى نادي زد في بند في عقده بيسمح ليه العوده للنادي الاهلي بعد السنه الاولى. عايز اقول لك الكلام ده يا كابتن على مسؤوليتي انا، الكلام ده عالي تمام من الصحه. يا راجل كفايه عكس بقى، جايبين اخبارنا على لطفي بند ويرجع من استفزاز نفسه رئيس نادي بيراميدز قاعد قدامك قالك مفيش الكلام ده، كفايه ضحك بقى. احمد فتوح في مباراه الزمالك مع ارتا سولار امبارح قبل المباراه الجمهور هتف للعيبه وهتف لفتوح. فتوح ما راحش للجمهور، الجمهور قلق شويه، انت ما جيتش ليه يا فتوح؟ احنا سالنا مصدر في نادي الزمالك على رد وعلى التساؤلات اللي طرحت دي، فكانت الاجابه انه فتوح كان في كامل التركيز قبل المباراه وكان عارف صعوبه موقف الزمالك في اللقاء، علشان كده مجرد شاور ما راحش للجمهور. فتوح بينتهي تعاقده مع الزمالك بنهايه الموسم الجاري، واعلن الكابتن عبد الواحد السيد معانا هنا انه قريبا سيسمع جمهور الزمالك اخبارا ساره بشانه، ولكن لحد ما ده يحصل يبقى الوضع اكيد مقلقا بالنسبه للزملكاويه. اضف الى هذا القلق الزملكاوي ترقب اهلاوي. ليه؟ لانه بحسب معلوماتنا مستر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي لما عرضت عليه اسماء على مستوى مركز الظهير الايسر لدعم قائمه الاهلي في وجود المخضرم علي معلول، وده في الصيف اللي عدى، كان من ضمن الاسماء احمد فتوح. وهنا وهو بيحط ترتيب الاولويات حط اسم احمد فتوح ليترقب من بعدها الاهلي موقف اللاعب مع نادي الزمالك. شغل السرينه فتوح في نادينا.